حد يقول مجامله اقول له لا، ما فيش حد اتقدم ومعاه المواصفات غير المغرب. فبالتالي الاتحاد الافريقي عايز ينجح بطولاته فعملها في المغرب. لا الحمد لله المغرب كسبانه مصر في كل حاجه، في كل حاجه، فرق سماء وارض بين فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي اللي كل هدفه اعلاء اسم المغرب واعلاء منتخبات المغرب والوصول للمغرب لاعلى مستويات، وبين هاني ابو ريده اللي كل هدفه انه يكتم اي صوت بيكشف بلاوي، يدمر النادي الاهلي اللي هو رافع راسه ويكبر الانديه الهزيله اللي زيه. ما هو الهزيل يحب الهزيل. النهارده المغرب كسبت مصر 2-1. المباراه شهدت طرد احد لاعبي مصر والنتيجه كانت 1-1 في الشوط الثاني. هدف الفوز جاء قبل النهايه ب5 دقائق فقط. للاسف الناس اللي كانوا فرحانين، المصريين الاعلاميين المصريين اللي كانوا فرحانين من ظلم الحكام، هم اللي بيلطموا دلوقتي من الحكم بتاع ماتش مصري والجزائر بتاع 17 سنه وبيقولوا اتظلمنا والطرد كان ظالم والحكم كان ظالم. قبل ما تقول مجامله لازم تعرف ان المغرب دلوقتي متصدره الدوره دي ب9 نقط، وايه كسبت الجزائر وكسبت تونس وكسبت مصر، كسبت الثلاثه اللي هم بينافسوا، كسبت الثلاثه ما اتعادلتش. وبالمناسبه المغرب هي اللي هتنظم نهائيات البطوله دي في ارضها. حد يقول مجامله اقول له لا، ما فيش حد اتقدم ومعاه المواصفات غير المغرب. فبالتالي الاتحاد الافريقي عايز ينجح بطولاته فعملها في المغرب. لا الحمد لله. محمد سعيد صحفي مصري موقع وين وين. عندي اولا تعليق، يمكن البيان الصحفي الصادر من الاتحاد الافريقي يشير الى هناك تطور جديد بالنسبه للوائح، وده امر مهم جدا بشكر عليه بالتاكيد قاده الاتحاد الافريقي. ولكن هناك سؤال يتعلق بشرح لفكره قرار لجنه الاستئناف في موضوع المغرب والسنغال. صدر قرار باعتبار السنغال منسحبا وخسارته 3-0، لكن هل فكره تجريد السنغال من اللقب ده شيء مؤكد من قرار لجنه الاستئناف، خاصه في ظل ان السنغال احتفلت باللقب في ملعب دي فرانس بالامس في مباراه وديه؟ فعايزين تفسير او توضيح، هو قرار اداري باعتباره منسحبا فقط ولا هناك قرار بتجريده من اللقب؟ وتعليقك على احتفال السنغال باللقب بالامس. Very good question. سؤال وجيه. نحن كنا واضحين، لابد من تبني ميثاق الفيفا والاتحاد الافريقي لكرة القدم. نحن اعطينا المكافآت للمنتخب السنغالي، اعطيناهم الكاس واعطيناهم المكافآت، وقام المنتخب المغربي باستئناف أو ذهب إلى محكمة الاستئناف، ولكن نحن سوف نحترم أي قانون تطلقه الكاس أو محكمة التحكيم الرياضي. لذلك لا نريد أن نطلق أي أحكام، لا نريد أن نقول من كان على صواب ومن كان على خطأ. مثل ما قلت طبعا الجهاز القضائي أو القسم القضائي هو يتحلى بالاستقلالية. وسائل العالم قالت، وأنا رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، يساند قرارا ما. أنا أحترم القرار سواء عجبني أو لم يعجبني. أنا طبعا أحترم قرار الجهاز القضائي التابع للاتحاد الافريقي لكرة القدم، ويجب أن أسهر على إنفاذ القانون. احترام مبدأ النزاهة ومبدأ تعزيز مبدأ احترافية الحكام هو شيء مهم، واستقلالية الأجهزة القضائية والأجهزة التحكيمية. سواء أعجبني الحكم أم لا، هذا لا يهم، رأيي لا يهم. واجبي هو أسهر على إنفاذ هذا القانون. المؤسسات والأجهزة المتواجدة في جميع أنحاء العالم والتي تعمل في نفس المجال تؤكد على هذا الأمر. إذا كنت تفضل اللغة العربية فتكلم باللغة العربية. اللغة العربية هي جميلة، لغة جميلة، ولكن أو خيرا نتحدث باللغة الإنجليزية. هل كنت ترفع صوتك؟ أريد، هل أعتقد وأن الاتحاد المغربي يحظى بأفضلية في الاتحاد الافريقي لكرة القدم؟ هل كنت تتكلم باللغة العربية؟ هل هناك جميل للمغرب على الكرة الأفريقية؟ طبعا هناك مشكلة يقول في الترجمة. Can you say it in Arabic? هل كنت تطرح سؤال باللغة العربية؟ ثابت. هل المغرب لها جميل على الكرة الأفريقية؟ A favor from Morocco. Is CAF paying back? Okay. Has CAF got a favor to Morocco? No. And now we have to pay back that favor. Okay. Is that a question? هل هذا سؤالك؟ That is a question.
Okay, mainly I'm saying if سؤالي Morocco يقول have a ماركوس، favor to هل Africa, هناك فضل Morocco have a أو favor to the هل Africa. كرة القدم المغربية قدمت خدمة جليلة أو لديها فضل Yes. على الاتحاد الافريقي، والاتحاد الافريقي يتوجب عليه ان يرد هذا to الفضل؟ CAF. And it also means whether CAF favors Morocco. Is that correct? طبعا سؤالك Oh, okay, that's it. Now, في لبس You see- بهذا الشيء يقول. if you look at, إذا- thank you so much. شكرا على If you السؤال. look at what I said لو تأملت فيما قلته in the video, في I المقطع can stand الفيديو، here and say we treat everybody fairly and قلت equally. أنني أتعامل And مع that's a الجميع duty we سواسية كأطراف And المشط، we've got to وقلت display that أنني in أطبق everything we مبدأ do. العدالة في كل So that we القرارات don't say المأخوذة. one thing لا and our أقول behavior شيئا conduct وأقوم reflects بشيء something ما. else. أطبق not good for African القرارات football that قولا any وفعلا. country, whether it's Nigeria, هذا whether لا it's, يصب في مصلحة كرة القدم الأفريقية، سواء تعلق الأمر بالمنتخب الأوغندي أو المنتخب النيجيري، whether it's Cote d'Ivoire. أو سواء تعلق أو الأمر إثيوبيا. بالكوت ديفوار أو So إثيوبيا. we are very, very نحن alive to the يقظين perceptions تجاه of مسألة ordinary people, but also to the الناس perceptions العاديين، of EXCO members, وأيضا أعضاء الإكسكو، member associations. وأيضا أعضاء I الاتحاد must say, الأفريقي لكرة القدم. I benefit enormously from أنا استفدت كثيرا من and you know, they always المناقشات say الخاصة. there must not only be justice, but justice في must be هكذا seen to be done. محادثات أو تعلمت أنه لا يجب أن نطلق أحكام قيمية خاصة بالعدالة، ولكن لابد أن يقع To make sure that at all تطبيق times, in العدالة. their أريد views, أن أقول and أن they think that نظرة الجميع تجاه الاتحاد الافريقي لكرة القدم يجب ان تكون مماثلة للجميع. هل نحن وصلنا الى اعلى المعايير؟ لا زال لدينا عمل نقوم به، ولكن تحت اي ظرف لا يحظى اي اتحاد افريقي او اتحاد كروي يحظى بأفضلية على حساب الآخرين مهما كان اسم هذا الاتحاد ومهما كان اسم هذا البلد. Let's go to Nigeria first. نذهب إلى ممثل إلى الصحفي النيجيري. Okay, thank you. I mean, I've got many pauses. Sorry, President. Thank you. Bilal Sisi, Egyptian journalist. My questions by Arabic language. سؤالي باللغة You العربية. speak Arabic? Yes. Yeah, okay. They're not translating. Thank you. يعني Thank you. Thank you. بداية مرحبا بكم في مصر، ويعني في عهد حضرتك كلام كتير واتهامات كتير بتوجه لحضرتك والمجلس الكاف ان انت عدم استقلالية قرارات المجلس او الكاف حاليا، وان الكاف ما هو الا بينفذ القرارات اللي بتجيله من الفيفا دون اي اتخاذ او استقلالية في القرار من داخل الكاف. Thank you. Did you hear that, Matthias? Did you hear your Arabic? They say that هل سمعت إلى هذا he السؤال؟ tells you what the decisions of FIFA should be. الكاف أو طرح السؤال بطريقة مغايرة. We have to keep علينا أن نواصل العمل، gaining the confidence of our people. وعلينا أن نعزز من ثقة الأفارقة في الاتحاد الافريقي لكرة القدم. For one term. And كان أو كنت أنوي أن أكون رئيسا للاتحاد الافريقي لكرة القدم لفترة to واحدة، make sure that وواجبي كان ولا يزال take هو over from me أن الناس الذين سوف يستلمون reflects that زمام الأمور، we are that our أو primary أريد أن أتأكد أنه يجب أن نخلف إرثا لمن سيأتي بعدي. ماتياس هو من الأصدقاء المقربين بالنسبة لي. أنت أو يقول يقول لي مجامله اقول له لا طالما ما قال فيش حد لي يتقدم معاه المواصفات غير تريد مني أو فبالتالي قال لي الاتحاد الأفريقي يجب عايز أن ينجح نمتثل بطولات، بمعايير فعملها كرة في القدم المغرب. الأفريقية. الحمد لله.